كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري الجديد السيد فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة اللاعبين المعنية بالمشاركة في الدورة الودية التي ستنظم في الجزائر من 18 مارس آذار الجاري لغاية 26 من نفس الشهر. القائمة ضمت 31 لاعبا وشهدت غياب قائد المنتخب الوطني رياض محرز الذي كان قد طلب إعفائه في وقت سابق. كما شهدت تواجد 5 أسماء جديدة، وهما أحمد قندوسي لاعب نادي كليوباترا المصري، رفيق جيتان لاعب نادي إستوريل برايا البرتغالي، أنيس حاج موسى لاعب نادي فيتيس الهولندي، محمد الأمين مدني لاعب نادي شباب قسنطينة، ومنصف بقرار لاعب نادي نيويورك سيتي الأمريكي. كما شهدت كذلك عودة ياسين إبراهيمي وسعيد بن رحمة. القائمة كاملة جاءت كالتالي: في حراسة المرمى الثلاثي أسامة بن بوط، أنطوني مندريا، ومصطفى زغبة. في الدفاع يتواجد ريان أيت نوري، يوسف عطال، زين الدين بالعيد، رامي بن سبعيني، كيفن جيتون، جوان حجام، محمد الأمين مداني، عيسى ماندي، ومحمد أمين توغاي. في وسط الميدان يتواجد كذلك حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رفيق جيطان، رامز زروقي، محمد عبدلي، وأحمد قندوسي. وفي الهجوم يتواجد كذلك سعيد بن رحمة، محمد الأمين عمورة، منصف بقرار، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، بغداد بن جاح، ياسين إبراهيمي، فارس شعيبي، أمين غويري، وأنيس حاج موسى. نذكر أن المنتخب الوطني الجزائري سيلعب مباراتان وديتان في هذه الدورة الودية. المباراة الأولى ستلعب يوم 22 مارس على ملعب نيلسون مونديلا ببراقي أمام بوليفيا، والمواجهة الثانية ستلعب على نفس الملعب يوم 26 مارس أمام منتخب جنوب إفريقيا. المباراتان ينطلق في تمام الساعة 10 ليلا بتوقيت الجزائر. بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني في هذه الدورة الودية.